مساء الخير، يا رب تكونوا في سعادة ورضا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، أول يوم في السنة الهجرية. يا رب تكون سنة سعيدة على الكل، وربنا يرزقكم بكل خير وسعادة وتحققوا كل أمانيكم وأحلامكم بإذن الله. فيديو جديد النهاردة على صفحتي المتواضعة عصام الطيب. طبعا قبل كده هتقول انت كنت عامل فيديوهات وبتتخانق مع حد، يعني الله يسهل له بقى، خد اكتر من حجمه، وان شاء الله ربنا يحلها وبيننا وبينه القانون، وربنا يهديه لنفسه. ومش هطلب من ربنا في هذه الايام المفترجه غير الهدايه. ربنا يهديه. النهارده هتكلم عن امام عاشور. امام عاشور طبعا في الاهلي خلاص امبارح مضى. فيديو التقديم بتاعه كان حاجه، فيديو الشبح زي ما بيقولوا، معدي اكتر من 3 مليون مشاهده في اقل من ساعتين. يعني فيديو ميسي في انتر ميامي عامل 10 ايام 2 مليون ونص، ده في ساعتين 3 مليون. لو هتكلم دلوقتي هتلاقي كله بيتفرج على الفيديو بتاعه. خلاص امام عاشور في الاهلي. امام عاشور اهلاوي. امام عاشور هقول لكم ايه اللي خلاه يروح الاهلي. وطبعا انا مش جاي افتي ولا جاي ازود ولا جاي اقول، طبعا انتوا اكيد سمعتوا وعرفتوا القصه كلها. امام عاشور كان في الزمالك وحب، جاله عقد عاوز يحترف، والراجل خلاص من اوضاع النادي الزمالك والاداره واللي بيحصل كلاعب عاوز يشوف مستقبله. فطبعا يعمل ايه؟ يشوف مستواه في مصر. طبعا لما جاله موضوع اللي هو يحترف بره، يعني صدقوني عايز اقول لكم ان ميتلاند ده كوبري، واللي يقول كده غير كده يعني كوبري عشان يرجع تاني مصر لاي نادي. ماشي؟ امام عاشور راح ميتلاند، طبعا هو مش في دماغه الاحتراف، زي اي حد بيطلع ويفشل ويرجع تاني. للاسف انا بعيب عليه يا امام، ده انت كان قدامك بوابه اوروبا، بوابه الاحتراف، بوابه النجوميه، تبقى زي صلاح. انت لعيب كويس يا امام ولعيب محترف. امام يعني 25 سنه، لسه صغير، لسه تدي ممكن كمان على الاقل كمان 10 سنين تدي، ولعيب حلو وتقدر تشتغل على نفسك. لكن امام طبعا زي الناس اللي هو ايه، بقى ليه حنين للماضي او للوطن والاهل والاقارب، ما اقدرش ابعد عنهم. طبعا في عندنا ناس طلعوا واحترفوا وبقوا عالميين، زي عندك محمد صلاح، النني، تريزيجيه، ما شاء الله مكملين في اوروبا، عاوزين يكملوا في اوروبا. طب هو ما كملش خلاص. طيب امام عاشور جه من شهر 5 هنا في مصر. جه فين؟ جه على نادي الزمالك. طبعا هناك النادي قال له شكرا يا ابني، انت اولا مش ملتزم، مستهتر، ماتش لا، التدريب متاخر، شكرا انت واخد كده على كده في مصر. احنا لا، احنا اوروبا، احنا حاجه تانيه، احنا في نظام، في تقاليد، في التزام مواعيد، في الميعاد عندنا محترم. معلش يا امام، اتفضل حضرتك ايه على بلدك، شكرا، بس عليك غرامات، وكان عليك كمان ايه، ولما اي نادي يشتريك تحت امرك بس يدفع غراماتك. وطبعا امام كان عنده ايه، عملات سمساره ما اتدفعتش كمان. طيب امام جه الزمالك، يا جماعه انا عايز اتدرب، انا من غير نادي، تعال اتفضل اتدرب، يعمل معايشه مع اللعيبه ويلعب مع اللعيبه ويتدرب متاهل. طبعا امام جاي هناك باصابه، يعني جايبين كمان مخبين على نادي ميتلاند ان عنده اصابه. الراجل راح هناك جاله الاصابه، قالوا شكرا اتفضل روح على ايه، على بلدك باصابتك بسرطاتك بغنوجك بتاعك، يلا يا عم الحاج. امام راح جه اتعالج في الزمالك واتدرب في الزمالك وقعد مع المسؤولين، يا جماعه عايز ارجع الزمالك. قالوا له ترجع الزمالك ايه؟ معناش فلوس، انت عليك غرامات وعليك مشاكل وسمسره، وهندفع لك فلوس منين تاني؟ احنا بعناك وكسبنا فيك. وكان قبل كده المستشار مرتضى منصور لما كان في مره بعربيه، فيديو من الفيديوهات ابحثوا عنه، بيقولوا انت امام عاشور هيرجع النادي المنافس، قال لهم ما يرجع في 60 داهيه، انا جبته بمليون وبعته ب 10 مليون، كسبان 9 مليون فيه، مش عايزه وخلاص، مش عايزه، ما براحته. حتى شروط العقد اللي عاملها كان يعني المفروض كان يعمل مثلا يحط بنود ان لو هيرجع تاني لاي نادي الزمالك ليه نسبه ليه. مفيش، العقد كانه بيقول له ايه، خلاص يا امام اتكل على الله امشي روح لايه. واعتقد ان الزمالك هو اللي مسهل البيع للاهلي والله. فيعني جمهور الزمالك ما تزعلش ان امام راح لاهلي. امام عاشور كان في الاهلي 3 شهور بيتحايل عليكم، بيتحايل على اداره الزمالك انه يرجع، مش عايزين. اداره الزمالك بدأت تعمل عقد، محترم لامام عاشور،
وبحيث تضمن انه يرجع تاني، او يضمن انها تاخد فيه لما يتباع تاخد تاني فيه عموله تاني فيه او حق تاني. لا، هي باعته خلاص 9 مليون كأن النادي محتاج فلوس او النادي عايز فلوس وخلاص كبر دماغك. طب امام يعمل ايه؟ يقعد من غير لا من غير كده، من غير نادي، مش عاوز يرجع اوروبا تاني. طب يعمل ايه بقى؟ هيعرض نفسه. مين اللي اقرب؟ الاهلي. الاهلي عايزه. ايه المشكله؟ هتيجوا ده هتيجي تقولوا ايه؟ ده المبادئ والقيم والاخلاق، ده امام شتم رموز النادي الاهلي، شتم الخطيب، شتم الراحل صلاح سليم، الكابتن احمد الخطيب طبعا حافظ الالقاب، والراحل الكابتن صلاح سليم، وشتم الكابتن وليد سليمان. هو الراجل اعتذر للكابتن وليد سليمان واعتذر لجمهور الاهلي. وعايز اقول لك وسيبك بقى موضوع المبادئ ومش مبادئ، احنا في عصر احتراف. الاهلي عنده مبدأ، انت ابن النادي وفي النادي وانا محتضنك وربيتك وصرفت عليك او جبتك من النادي اللي كنت تلعب فيه او كنت من الناشئين وكبرت عندي وعاوز تمشي، اتفضل امشي. عايز تهرب زي اللي هرب، اتفضل اهرب، بس مش هترجع نادي تاني. ممنوع. ممنوع. ليه بقى؟ لان النادي عنده مبدأ، انت خرجت منه وانت ابنه لا. لكن بالنسبه لحاله امام او غيره، امام عاشور غلط في الاهلي. امام عاشور اهان الاهلي ماشي، وانا كاهلاوي بقول ان هو راجل اعتذر وعفى الله عما سلف، بس امام عاشور نرجعه بقى عندنا ونقول له ان الاهلي ليه عادات وليه تقاليد وليه احترام وليه اسس ومبادئ. الاهلي خط احمر، الاهلي هيعلمه الادب. الاهلي 5 سنين لو هو حب يعني يلعب بديله، الاهلي هيربيه من جديد، هيعيد تربيته. امام عاشور قال انا فخور ان انا رحت الاهلي. ليه؟ يعني ايه تصريح كده، تعالوا نقراه سوا مع بعض. بيقول فيه ايه؟ بالفعل الزمالك كان يريد عودتي، بس طبعا هو زي ما قلت لكم كده في اول فيديو كان عاوز ايه؟ خلص نفسك. طيب وبيراميدز كان بيسعى للتعاقد معايا، بيراميدز دخل في المفاوضات، بس هو طبعا بيراميدز ولا الاهلي ولا الزمالك اللي واقع؟ لا، اروح للاهلي. لكن انا كان في رغبتي الانتقال للنادي الاهلي، وكل ما يشاع غير صحيح، كل اي حاجه بتاعت تانية غير صحيحه. لقد اتفقت على كل الامور مع اداره القلعه الحمراء، واشكر الجميع داخل الاهلي على الاحترافيه الشديده التي تعامل بها النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وفخور بالانضمام لاكبر انديه مصريه وافريقيه. واخترت الاهلي. بص بقى اختار الاهلي ليه؟ عشان البطولات اللي هيتلعب فيها، هيلعب كاس عالم انديه، ولسه كاس دوري السوبر في شهر 10 اللي جاي، وكاس عالم انديه في شهر 11 او شهر 12 اللي جاي، ولسه عنده السوبر الافريقي، ولسه كاس مصر. كل ده الاهلي هيحصل بطولات كتيره. فمعلش انا هرجع تاني واتحايلت عليكم يا نادي المبادئ، زي ما بتقولوا نادي المبادئ والقيم، رجعوني تاني. لا، هرجع. طب خلاص ارجع النادي اللي بتاخد بطولات، ده الرقم 11، ده البطوله رقم 11، ولسه ال 12، ولسه الاهلي قدامه كتير قوي في دواليب، ولسه عنده بطولات تانيه كتيره. فمعلش الناجح بيدور على النجاح، والفاشل هو اللي متمسك بالفشل والفشل. فانا ناجح عاوز انجح، ادور على ايه؟ على اللي ينجحني. اما انا كواحد عاوز افشل بقى، ادور على السكك اللي هي ايه؟ تفشلني. فامام عاشور ما تلموش عليه ولا تزعلوا منه يا جماعه. وطالع النهارده احد حراس المرمى اللي كان في الاهلي واللي هرب على بره وقال لك نادي المبادئ، ما انا ياما اعتذرت ومحدش قبل اعتذاري. يا سيد يا محترم، انت حضرتك كنت في الاهلي وصحينا من النوم لانك هربت على ايه؟ على بره، وهناك نفحت ورجعت للزمالك ومش عارف واتبهدلت. عندك بقى دلوقتي الكابتن شناوي ما شاء الله ربنا يحميه، جاي له عروض وجاي له عرض من النصر السعودي، بس بيقول لك موافقه الاداره، كان ممكن يهرب. الاداره جاي له عرض ب 6 مليون جنيه لو اعاره لمده سنه، ولو هيتم الصفقه 6 مليون دولار، ولو هتم الصفقه هيدفعوا 15 مليون دولار. مبلغ في الشناوي. والاهلي وطبعا الراجل بيقول لهم بمزاجكم عايزين افضل يا ابن النادي، عايزين امشي.
شوف في احترام ازاي، في واحد بيحب الاهلي وعايز يقعد. يعني في كباتن كتيره قوي احترموا الفانيله الحمراء واحترموا الاهلي واحترموا المبادئ وقعدوا وما رضوش يشوفوا مستقبلهم بره. واي لعيب في مصر يتمنى انه يجي الاهلي ويلعب للاهلي. وسيبك بقى من الانتماء ومش الانتماء، لا انتماء هتنفع ولا ولاء ولا الكلام الفارغ ده ياكل عيش. ها اللي ياكل عيش دلوقتي هو بمين مصلحتي مع مين واروح له. هتقولوا غلط، ما اعتذر خلاص وهيرجع يتربى في النادي الاهلي. وانا على ثقه عاليه ان اداره الاهلي والاهلي هيربوا امام عاشور. فاتمنى بقى نقفل قصه امام عاشور ونشوفه الملعب، وان شاء الله نشوفه لعيب محترم ويدي النادي الاهلي. لان لو مش هيدي النادي الاهلي بقى ممكن يعمل فيه ايه؟ تتخيل ما يمكن يخليه يحفظ الكره بدري وعملها مع ناس كتيره. يا ريت نقفل قصه امام عاشور، وان شاء الله تابعونا بقى فيديوهات جديده ومع بعض باذن الله. كان معكم اخوكم عصام الطيب، نلتقي في فيديو قادم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.